هي كانت المفروض مرشحة لابن الخليفة، لكن الخليفة نفسه عايزها. الفترة دي بتتقفل عند الفتح العربي الإسلامي لمصر بمجيء عمرو بن العاص زي ما هو بعرف. وبالشكل ده مصر بتبقى ولاية إسلامية تابعة للخلافة الموجودة في المدينة المنورة. يعني احنا عندنا بس مكان الخلافة هو اللي بيتغير. في العصر العباسي الثاني بتضعف الخلافة العباسية، يعني الوالي من دول الخليفة العباسي بعته يحكم مصر والي، يقوم واخد مصر. الأغنية المعروفة يا حن يا حن حن يا قطر الندى، وربما بنغنيها بالصعبانيات دي لأنها راح تتجوز راجل كبير. إيه اللي بيجرى 969؟ الفاطميين وصولا إلى 1171. إيه اللي بيحصل؟ حضر لمصر مين؟ صلاح الدين الأيوبي. بتبدأ بصلاح الدين وبتنتهي بتوران شاه آخر حكام الأيوبيين في مصر. طب من 1250 ايه اللي بيجرى بعد كده؟ الدولة المملوكية، بيحكمنا المماليك من 1250 لغاية 1517. يا خبر ابيض، من 1250 ل 1517. لذلك كتير من المؤرخين اتفقوا على ان نقسم الدولة الكبيرة دي لدولتين. الاولانية اسمها دولة المماليك البحرية، والتانية اسمها دولة المماليك البرجية او المماليك الجراكسة. الدول دي باختصار شديد نسبة للاصل اللي جاي منه المماليك. المماليك البحرية مماليك كانوا من الترك، انما المماليك البرجية الجراكسة من بلاد القرم ونواحي روسيا. فلذلك قسمنا الدولة لفترتين بناء على العرق اللي جاي منه المملوك اللي بيحكمنا. الدولة المملوكية بتبدأ بعز الدين أيبك اللي بيتزوج شجرة الدر أو شجر الدر، وبيبقى أول سلاطين المماليك في مصر. الدولة دي بتخلص عند مين؟ طومان باي الثاني، السلطان الأشرف. طومان باي الثاني، الله هو في طومان باي الأول؟ أيوة، السلطان العادل طومان باي الأول. الأشرف طومان باي الثاني ده اللي القفلة بتحصل عنده، ده نهاية دولة المماليك اللي هو كلكم شفتوه طبعا. الفنان خالد النبوي في مسلسل ممالك النار لعب دوره ببراعة، جسد لنا شخصية الأشرف طومان باي الثاني اللي بتتقفل دولة المماليك عنده بمجيء مين؟ العثمانيين. سنة كام؟ 1517. القائمون على العمل في هذا البرنامج قالوا لي عشان أكمل معاكم لازم تضغطوا سبسكرايب، شير، تدوسوا جرس، مش عارف وانا اللفظ باللي هم بيقولوا. المهم انكم لازم تعملوا الاجراءات دي عشان اقدر اكمل معاكم هذا البرنامج الجميل ونستعرض فيه تاريخ مصر من البداية لغاية اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها قدامي. See you.